مساء الخير، معاكم سارة وحيد من مطبخ سارة وحيد. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الكوكيز. المقادير اللي هنحتاجها للوصفة دي 3/4 كوباية سكر بني خفيف، ربع كوب سكر أبيض، 100 جرام زبدة دايبة، معلقتين عسل أسود، رشة ملح، بيضة، معلقة كبيرة فانيليا، 2 كوب دقيق، نص معلقة بيكنج صودا، كوباية شوكولاتة مكسرة، ونص كوباية شوكولاتة شيبس للتزيين أو شوكولاتة هيرشي. تعالوا مع بعض نبتدي نعمل الوصفة. هنجيب عندنا السكر البني بتاعنا، ونجيب عندنا المعلقتين العسل الاسود الكبار، ونحطهم على بعض ونقلبهم مع بعض لحد ما السكر البني يشرب العسل الاسود كله ويبقى بالشكل ده قدامكم. بعد كده هبتدي اجيب عندي في بولة او في طبق، احط السكر الابيض بتاعي، انزل عليه برشة ملح بسيطة، واحط عليه السكر البني بتاعي، وابتدي انزل عليهم بالمية جرام زبدة السايحين، ما تبقاش سايحة قوي، يعني ما تبقاش سخنة قوي، علشان ما يخليش طعم السكر بتاعي يبقى زي شربات معقود. احنا ليه بقى حطينا عسل للسكر البني؟ علشان الكوكيز بتاعتنا يبقى قلبها طري من جوه، متبقاش ناشفه. طبعا ممكن تستبدلوا السكر البني بسكر ابيض، بس يفضل ان لو عندك سكر بني تعمليها بسكر بني علشان يطلع لونه مظبوط ويطلع حلو. اقعد اقلب فيهم لحد ما يمتزجوا كويس جدا، وابتدي انزل عليهم بعد كده ببيضه. طبعا المقادير عندي تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني البيضة دي تبقى بدرجة حرارة الغرفة، متبقاش طالعة من التلاجة. وابتدي اقلبها واحط عليها معلقة الفانيليا السايلة او معلقة فانيليا بودر، ونقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما المزيج عندي يتجانس كله مع بعضه. بعد كده هجيب عندي الدقيق بتاعي، واحط اول كوباية ونص، واحط عليهم البيكنج صودا، وابتدي انخلهم فوق الخليط بتاع السكر والزبدة والبيض بالراحة. ليه انخلهم؟ علشان اعمل هوا في الدقيق. وابتدي اقلب بالراحة، مش بالمضرب السلك، لا اقلب بسباتيولا عندي او بمعلقة، واقلبه بالشكل ده لحد ما عندي الدقيق يختفي تماما بالشكل ده. انزل عندي بنص كوباية الدقيق التانية، احطها بالتدريج لحد ما الاقي عندي الخليط بتاعي بقى مشكل عجينة ملزقة كده، ما تبقاش طبعا عجينة ناشفة. ممكن تحتاجي دقيق اقل او دقيق اكتر على حسب نوع الدقيق بتاعك. لحد ما نوصل للمزيج اللي بالشكل دوت في العجين، تبقى بتلزق في المعلقة وفي نفس الوقت يبقى المزيج تخين. هبتدي انزل عندي بالشوكولاتة بتاعتي اللي انا كسرتها. لو مش هقدر اكسرها بسكينة ممكن تبشريها، بس تبقى مبشورة على الناحية الواسعة، علشان تبقى معاكي بالشكل ده، متبقاش مهرية خالص جوه الكوكيز. واقلبها كده لحد ما الشوكولاته بتاعتي تدخل جوه العجين كله. بعد كده ابتدي اجيب عندي صينيه وافرشها ورق زبده عشان الكوكيز بتاعي ما لزقش فيها، وكمان عشان ما احطش زيت. هبتدي احطها بالشكل ده بمعلقتين. لو عندك بولة ايس كريم صغيره ممكن تحطيها، ما عندكيش يبقى بالمعلقتين زي ما انا عملت بالشكل ده.
وابتدي المها كده بايدي بسيط، وممكن ما تلميهاش خالص، هي برضو هتاخد شكل الدايره جوه في الفرن وهتظبط نفسها هتبقى زي الفرن بالشكل ده. انا هلمها بس حتت بسيطه عشان ما تبقاش الاطراف دي متنتشه، وابتدي انزل عندي بالشوكولاته الشيبس اللي احنا قلنا عليها ونحطها على الوش بالشكل ده علشان تبقى متزينه. هسخن عندي الفرن على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة، يعني لو ما عندكيش فرن بيظبط على درجة حرارة فهنخلي النار تبقى متوسطة متبقاش عالية خالص عشان الكوكيز بتاعي متحرقش. وهنحطها على الرف الشبكي حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقة، واول ما نلاقي ان وشها ابتدى يدي اللون البني البسيط خالص ده، طبعا هي مديه اللون البني ده عشان السكر البني، لو انت عملتيها بسكر ابيض هتدي طبعا لون افتح لحد ما تدينا الشكل ده. واطفي عليها واطلعها بره الفرن واسيبها لحد ما تهدى خالص، محركهاش من على الصينيه بتاعتي علشان ما تتفتفتش، اسيبها لحد ما تبرد خالص، وابتدي انقلها بعد كده عندي في طبق التقديم او احطها في برطمان ازاز او في علبه واشيلها في التلاجة. طبعا ده الكوكيز اللي هو الامريكي اللي هو بيبقى من جوه قلبه بيبقى طري، احنا حطينا العسل طبعا عشان العسل يطريه، العسل بيخلي قلبه من جوه طري ما بيخليهوش ينشف، ما بيبقاش عامل زي البيتي فور. في انواع تانية من الكوكيز بتبقى شبه البسكويت شويه، بتبقى ناشفه زي ما البيتي فور كده بيبقى ناشف، وبرده بتدينا نفس طعم الكوكيز. الشوكولاته الشيبس عامله شكل تحفه في الكوكيز وطعمه تحفه روعه. لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا متنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتشيروه علشان كل اصحابكم يشوفوه، وهستنى كمان تعليقاتكم على الفيديو على كل استفساراتكم. بون ابيتي.